وصفتنا لليوم كنافة مع قشطة، طريقة سهلة وطيبة. بتمنى ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس. وهلأ حفرجيكن على نتيجتها. شوفوا كيف طالعة، شوفوا الأحمرار، عن جد روعة. وقد ما قلكن طيبة ما رح تصدقوني، كتير طيبة وسريعة التحضير واقتصادية كمان. بتمنى عن جد تجربوا هالوصفة وتعطوني رأيكم، وناطرة تعليقاتكم، وما تنسوني من اللايك حتى تشجعوني. لأن عن جد هيدي هالوصفة بتستحق التعليق وبتستحق كمان اللايك. وهلأ خلينا نروح نبلش أنا وياكم بالمقادير. هلا بيلزمنا لهيدي الوصفة 500 جرام من التوست أو الخبز الفرنجي. هلا أنا عندي توست رح نزل نصهم، وبيلزمنا كمان زبدة 130 جرام. نزل كمان نص الزبدة وبنطحنهم. نطحنهم منيح، بدنا ننتبه شوي لأن حتى يصير عنا الخليط كتير ناعم. هلأ بفتحها وبحرك الأطراف وبرجع بطحنها شوي. هلأ بكتفي بهالقد. هلأ بناخدهم بنفرغهم بالوعاء. رح فرجيكم كيف لازم يكون الخليط ناعم، المفروض يصير بهالشكل. هلأ بنطحن بقية التوست اللي بعدها متبقي عنا، بنحطها بالمكنة. وخلصتن هلأ، صار عندي الخليط جاهز. بنحطه على جنب، وبجيب صينية بهالحجم. بجيب قطعة زبدة وبندهن الأرض وحتى الجوانب، ندهنهم بشكل جيد. برجع بنجيب الخليط اللي حضرناه، بنزل نصه وبنمده بأرض الصينية. بنحاول نخليها الأرض الصينية متواسعة هوا بعضها، وبنضغط عليه بهالشكل. وهلأ صارت عندي جاهزة. هلأ بحط الصينية على جنب، وبنجيب وعاء بنزل فيه لتر حليب. هلأ بنزل 10 معالق كبار من السميدة، ومعلقتين سكر. بنحركهم مع بعضهم منيح. وهلأ بنرفعهم على النار. هلأ منشغل النار تحتهم تكون وسط، ما نولع النار على الآخر كرمال ما يلزق معنا الخليط، ومنضلنا بتحريك مستمر. هلأ سخن عندي الخليط، بس يسخن من منيح بننزل علبة قشطة. بنزل ماء الزهر أو ماء الورد معلقة كبيرة. رح أحط أنا بغطى القنينة يعني معلقة كبيرة، وإذا بحبوا الماء الزاهر أكتر فيكم تحطوا معلقتين. هلا بنضلنا بتحريك لحتى يجمد عندنا الخليط ويبلش بالغليان. هيدي المرحلة كتير حساسة، بدنا ننتبه كتير لأرض ما تلزق. مثل ما قلت لكم بنضلنا نحرك الأرض منيح. وحابة أقول لكم معلومة كمان، إذا عنا خبز فرنجي بايت حتى إذا كان محمص بنقدر نعمل فيه صينية حلو ما بنرميه، رح يعطيني نفس النتيجة إذا كان بايت أو طازة. وإن شاء الله بتعملوا هيدي الوصفة وبتعطوني رأيكم وناطرة تعليقاتكم. هلأ بلش يشتد عندي الخليط، رح يغلي. هلأ بدي بالغليان. بعد ما يبدي بالغليان بنخليه تقريبا دقيقة على النار يغلي. شوفوا كيف صار عندي بهالشكل. هلأ بنرفعه عن النار. هلأ باخده مباشرة بنزل القشطة فوق الصينية. هلأ بنوزعهم على الصينية، بس بننتبه بديش خليه يوصلوا للأطراف. هلأ بس نشوفها صارت قريبة للأطراف نصير نعليها. شوف بعليها كرمال ما توصل للأطراف، عشان القشطة بس توصل للأطراف رح صور تلزق معنا. شوفوا هلأ ببلش بحشي الأطراف.
شايفين كرمال بس بدنا نقلبها بكون بتنقلب معنا، إذا وصلت قشطة رح تنزع معنا. شايفين نحشي الأطراف أول شي. هلا بنتأكد من الأطراف إذا عبيناها منيح. بنرجع بنبدي نحط الخليط كله على الوجه. بنحاول نوزعه بشكل جيد على وجهها كمان. نرجع بنضغط بإيدنا بس مش كتير، بدنا ننتبه لأنه بعد القشطة عنا طرية. بنحاول نظبطه وتكون كلها قطعة وحدة، بس بدنا نضغط عليه بهدوء. حميت الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 وحطيت النار بس من تحت. بنحط الصينية بوسط الفرن، تقريبا بدها وقت تلت ساعة من تحت. بنشوفها بس يحمر حرفة من فوق بكون احمر أرضها. بنرجع بنحط النار من فوق وبنتركها تقريبا مدة الصينية كلها بالفرن تقريبا 45 دقيقة أو 40 حسب حرارة الفرن. هلأ ضلت أني عندي 40 دقيقة. هيدي النتيجة، شوفوا كيف طالعة عندي غير شكل، شوفوا الإحمرار. هلأ بنحط صينية كبيرة عليها وبنقلبها. هلأ بجيب سكين وبرفع الصينية فيها. شوف الأحمرار عن جد كيف طالعة بتجنن. هلأ هي وسخنة مباشرة بنجيب القطر وبنشربها القطر. هلأ بننطر حتى تشرب القطر وتبرد وبنرجع بنقطعها. هلأ بعد ما تركناها لبردت بنقطعها. هلأ أنا حطيت لها قطر، بس بعدين إذا بتحبوا تزيدوا قطر فيكم تحطوا قطر. هلأ بعد ما قطعناها بنزينها بالفستق الحلبي، وبتمنى يكون عجبكم هالفيديو. وما مشترك بالقناة بتمنى يشترك ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. وهلأ بقلكن إلى اللقاء بفيديو جديد.